السيد رئيس الحكومة، سنتكلم عن تنقل المواطنين السنغاليين والمغاربة بين بلدينا. نلاحظ باهتمام بأن هناك الكثير من المجهودات التي يتم القيام بها من أجل تيسير التنقل على المستوى الدبلوماسي والقنصلي، ويجب أن نتفق على بعض المبادئ التي تمكننا من الاندماج على مستوى المجتمعات المحلية على مستوى بلدينا. وفي هذا الصدد اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أذكركم بالاتفاقية التي تهم سفر السنغاليين إلى المغرب، وكانت هناك بعض التنقلات التي تم تعليقها في إطار كأس أفريقيا للأمم. إذن من بين أهداف زيارة المغرب هو الإعراب عن الصداقة والقرب بين بلدينا في السياسات العمومية، وأيضا إعطاء دينامية جديدة وخارطة طريق واضحة المعالم. السيد رئيس الحكومة، أصحاب المعالي الوزراء، اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى التزام الحكومة السنغالية من العمل على قدم وساق من أجل تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في إطار العلاقات الثقافية والروحية والدينية التي تخدم مصالح بلدينا. واسمحوا لي أن أجدد امتناني العميق وأن أتمنى لكم كل النجاح في هذه الأشغال، وشكرا.